السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعي قناة سوبر هاتريك. وحشتوني جدا. عاملين إيه في رمضان؟ يا ريت رمضان الدنيا معاكم كده كويسة ولا إيه؟ لأن إحنا حرفيا لحد الآن يعني شبه إحنا مش حاسين برمضان، لأن الجو بصراحة حلو. ما علينا، خلينا نتكلم بقى على القطايف واللطايف والبسبوسات والكنافات اللي بيقدمها لنا عمنا فيتوريا، كمان اللي بيقدمها لنا عمنا محمد صلاح، والفايق والرايق حرفيا مع فيتوريا. النهارده منتخبنا بيكسب 4-0 على ملاوي في ملعبه. نتيجة الذهاب كانت 2، نتيجة الإياب بقت 4، يعني المجموع 6. عندنا 9 نقاط من أصل 4 مباريات، يعني منتخبنا المصري يتصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، ولكن بشكل حلو، بشكل أداء جماعي فعلا مفتقدينه من زمان. وعايز بس أوصل نقطة، لأن الناس بتتكلم وتقولك إن انتوا فرحانين علشان خاطر كسبتوا ملاوي. مش هو ده الفريق إن احنا نقيم عليه منتخبنا مع فيتوريا، أنا معاك، ولكن النقطة الإيجابية حرفيا إن احنا كسبنا ملاوي الضعيف 6 في مجموع المباراتين. كنا بنلاعب فرق قبل كده ضعيفة جدا وكنا بنستصعب نجيب فيها هدف، فدي نقطة إيجابية، بس إيجابية كتيرة جدا. الجميل بقى في المباراة أيضا إن ابننا صلاح بيشارك في هدف، بيصنع اسيست لأحمد سيد زيزو وهو الهدف الرابع، وبيسجل كمان هدف، يعني بيكون ساهم في صناعة هدفين النهاردة. الأجمل بقى ان ابننا صلاح للمرة الثانية على التوالي مع المنتخب المصري بيكون هو الافضل في المباراة، وبيحصل على تقييم عالي طبعا بنسبة 8.1، وهو افضل تقييم في المباراة وافضل تقييم في لاعبي مصر. والاجمل بقى ان الاربع اهداف اللي سجلهم منتخب مصر فهي بمشاركة الجميع. سجل الهدف الاول طارق حامد، والهدف الثاني عمر مرموش، والهدف الرابع سيد زيزو، والهدف الثالث محمد صلاح. الجميل في الأهداف النهاردة إن كلنا مشاركين، يعني صلاح سجل هدف وصنع هدف، هاني صنع هدف، تقدر تقول كده مرموش صنع، يعني الدنيا ماشية فيها صناعة. في أداء دفاعي كويس من قبل كهربا وأحمد حجازي، من قبل طبعا الأظهرة عاملين أداء كويس. محمد هاني بيقدم تاني مباراة عظيمة مع منتخب مصر، مع مصطفى محمد ايضا اللي انا كنت نسيت اقول لك ان هو من ايضا ساهم في هدف، ما سجلش ولكن ساهم في هدف. ففي جماعيه في الاداء، في شكل حلو. فحرفيا احنا على بعد حاجات كويسه ما شفناهاش من زمان في كره القدم المصريه مع فيتوريا. فانا بتمنى الناس تدعم. احنا كنا بنشوف اداء من كروش دفاعي، وطبعا اداء دفاعي كنا بنكسب فيه واحد بالعافيه، وساعات ما كناش بنكسب، وكنا بنكسب بركلات جزاء، ووصلنا لاكثر من نهائي بركلات الجزاء وخرجنا مع الاسف. وده لان انت ما عندكش كوره، انت يا دوبك كده بتنزل تعمل ملحمه دفاعيه شويه ماشي بنور الله زي ما بيقول لك لحد ما بتوصل لركلات الجزاء، وحرفيا بتخسر في ركلات الجزاء. لان ما ينفعش تلعب مباريات كتيره ب 120 دقيقه وفي الاخر تكسب في ركلات الجزاء كل مره. الحظ والتوفيق دايما مش هيحالفك، لكن لو مجتهد وبقدم مباراه كويسه اكيد لكل مجتهد نصيب. فاللي انا عايز اوصله عزيزي المشاهد ان منتخب مصر حلو، وبشهاده جميع الناس حلو، مش بس بشهاده عيني انا اقول لك منتخب مصر كويس. منتخب مصر بيقدم عظمه عظمه عظمه. ولو اتكلمنا حرفيا تكتيك في كره القدم، فعايز ان انا اجيب لك بص كده ورقه وقلم واشرح لك فيتوريا بيعمل ايه في المباراه. فيتوريا بيوظف صلاح توظيفه حرفيا انا ما شفتهاش قبل حد كده بيوظفه في المباراه دي. مد روح للعيبه حتى واحنا صايمين، يعني مباراه زي دي كنا نبقى المفروض خايفين ومرعوبين ان احنا نلعب في مباراه 3 العصر في جو حر زي كده في ملاوي ونكسب 4 كمان. حاجه جديده علينا بصراحه. لو انت عايز تنتقد يبقى دي مشكلتك، لو انت عايز تنتقد حرفيا يبقى دي مشكلتك، لكن انا عايز اقول ايجابيات، عايز ادعم منتخبي، عايز اشوف كرة مصرية. فمن الاخر
منتخبنا شكل حلو، عمل اداء كويس، اداء جماعي وفردي كمان، وكل حاجه حرفيا زي ما عايز تقول قول، في وسط اجواء زي دي، على ملعب زي ده، في بلد، في حر، في صيام، فمنتخبنا يجي منه. فان شاء الله باذن الله. فعايزه كمان ابارك للمنتخب الجزائري اللي خلاص تاهل وعنده 12 نقطه من اصل 4 مباريات بالعلامه الكامله، بالصداره الكامله، ضمن التاهل رسميا بعد ما كسب النيجر رايح جاي مباراه الذهاب والاياب. فان شاء الله انا اتمنى كل التوفيق للمنتخبات العربيه ان هم يوصلوا، ولكن انا عايز اقول كلمه بسيطه: احضروا لنا اي فريق انتوا شايفينه صعب عشان نقيم عليه منتخبنا، وعلشان خاطر نقيم عليه كمان فيتوريا المدرب العظيم، واحنا هنثبت لكم ده. اشوفكم على خير فيديو جديد، كل سنه وانتم طيبين. مروان فاروق وقناه سوبر هاتريك تتمنى لكم صياما مقبولا، وطبعا يعني اتمنى لكم صيام حلو وفطار طعمه جميل، وربنا يتقبل وكل حاجه حلوه ان شاء الله.